à la Croatie. Sincèrement, c'est une très très belle équipe. Elle بكل mérite la أمانة troisième place. يستحقون المركز C'est une équipe qui a الثالث. beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, هو منتخب لديه خبرة كبيرة، ورأينا مرة أخرى الفارق وكيف تمكنوا من إدارة المباراة والحصول على المركز الثالث، خاصة في الشوط الأول حيث سيطروا وقمنا بأخطاء كثيرة وكان هنالك تعب وإرهاق. كنا نعلم في الشوط الثاني أننا تحسنا، أتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن عرفوا كيف يحتفظون بالنتيجة. نشعر بخيبة أمل، وغدا عندما نستفيق سندرك ما الذي حصل. كانت العتبة أو الدرجة عالية حتى نكمل هذه الدورة، لم نكن جاهزين 100%. وأهني الشباب لأننا في بعض الأحيان نشعر خيبة أمل، ولكنهم قاتلوا لآخر دقيقة وقدموا كل شيء، وهي صورة ناصعة لكرة قدمنا. Can we get the microphone here, please? First, I'll come to you, sir. Radio France Internationale, je voudrais juste savoir si... أريد أن أعرف إن كان الوقت مبكرا، هل تبقى بذهنك صورة معينة من هذه الدورة؟ لدينا العديد من الصور، خاصة الانتصارات التي أحرزناها والشعب المغربي الذي خرج فرحا إلى الشوارع، وكذلك جلالة الملك عندما خرج للمشاركة في الاحتفاء بالانتصار مع الشعب، وذلك ما يظهر أنه كان لنا تأثير رائع، وأننا تمكنا من أن نتجمع كلنا طيلة شهر. تلك هي الصورة التي تبقى في ذهني من كأس العالم. مساء الخير. رأينا الفريق مغتاظا جدا ضد الحكم، هل لاحظتم أي شيء؟ لا. عندما نخسر نشعر بخيبة أمل، ودائما يكون هنالك بعض النرفزة والعصبية. لا أعتقد أننا قللنا من الاحترام، نحن نحترم الحكام وسنركز خاصة على سبب إخفاقنا في آخر مباراتين حتى نتقدم، ولا يمكن أن نتحجج بالحكم، ذلك ليس مغربيا. نحن الرياضيون نتصرف في آخر المباراة، ولكن مع مراجعة أنفسنا لم نكن في المستوى المطلوب خاصة في الشوط الأول، ذلك ما يهمني. At the back there, yes. And after that we go to the virtual stadium. There is a question from virtual stadium. Here, over there. Fernando Callas from Reuters. I would like to ask you. أريد أن أسألك بخصوص أثر هذه المشاركة المغربية على كرة القدم الإفريقية، خاصة وأن كل الفرق الإفريقية تتمكن من الترشح للدور اللاحق. إذا ما هو أثركم على الكرة الإفريقية عموما؟ حسنا، أعتقد أنه بعد النهائي سنقوم بالإحصاء النتائج. نحن لعبنا فقط ضد منتخبات كبيرة، وذلك سيكسبنا خبرة كبيرة وتجعلنا نتقدم أعواما كثيرة. ووصلنا مع آخر ثلاثة وصلوا إلى آخر هذه المنافسة: بلجيكا، البرتغال، إسبانيا، كندا. إذا أعتقد أننا أظهرنا وجها جيدا لإفريقيا، وأن العمل يؤتي أكله، وعلينا كذلك أن نستفيد مثل ما استفدنا من مباراة غانا في الربع نهائي لكأس إفريقيا، وذلك ربما يجعلنا إن شاء الله نحلم بالفوز بكأس العالم
الآن ذلك سيضع ضغطا أكبر على كاهلنا، وذلك سيحفز كذلك كل المنتخبات الأفريقية ليقدموا أفضل مما قدمناه. والأمم الأفريقية تحب كرة القدم، والمغرب أظهرت بأننا لسنا بعيدين لأننا خسرنا المباريات على تفاصيل صغيرة، والفرق بين الدول الأوروبية والإفريقية قد تقلص واضمحل وأصبحت الأمور تلعب على تفاصيل صغيرة. ذلك ما سيساعد كرة القدم الإفريقية. مراد متوكل. وليد فيليسيتاسيون. أولا تهانينا، شكرا على ما كل قدمتموه. لو تكرر الأمر ما كان بإمكان وليد أن يغير أو يحسن بالأحرى. إذن بما أنني دماغي صلبة لن أتراجع. لقد كان لدينا في بداية هذه الدورة 0.01% من إمكانية الفوز بكأس العالم. وصلنا المربع الأخير من كأس العالم ولعبنا فقط ضد كبيرة، وأنا كمغربي وأنا الشعب المغربي الذي أعرفه. كان لعب هيدا ولكن لعب 5 ولكن لعب 3 ولكن حسنا أعرف كل ذلك، وأنا أحمد الله إن كان لدي رسالة فأقول لهم نحن في الأربعة الأوائل في كأس العالم. وحتى لو سألت أيا قبل هذه الدورة لن يؤكد لك أننا سنقاتل بهذه الأسلحة ونصل إلى المركز الرابع. كنا نحلم فقط بتجاوز الدور الأول، والآن وصلنا مرفوعي الرأس. وفي 2026 إذا ما كنت في كأس العالم ربما قد يكون لدي خبرة وقد نغير الأمور، وربما في 2026 سندرك ما الذي قدمناه في 2022. ليس لدي ما ألومه على اللاعبين، أعتقد أنهم بللوا بالعرق القميص ونضلوا من أجل وطنهم. اليوم هنالك أقوى منا، فرنسا أقوى منا، كرواتيا هي أقوى منا، ليست أقوى منا بالتحديد، ولكن علينا أن نقبل بهذا الفرق وأن نعمل حتى نتجاوز هذه الأمم. وذلك ما نعمل عليه في المغرب منذ 10 سنوات، وأظهرنا أننا لسنا بعيدين عن هذا الهدف. ليس لدي ما أغيره. سنأخذ آخر سؤالين. Daniel, from the Kenya Broadcasting Corporation. I'll ask in English. سأسألك باللغة الإنجليزية. إذن رأيناكم في أكاديمية المغرب، ما سيكون انعكاس نتائجكم على الشباب المغربي بعد الوصول إلى هذا المصاف وأنتم قد حددتم هذا المعيار وهذا السقف العالي؟ بالنسبة لي أكثر ما أحس به من مشاهدة فيديو الأطفال والشباب أن كرة القدم تجعل الشباب والأطفال يحلمون وتفتح لهم أبواب الأمل، ليس فقط في المغرب ولكن في إفريقيا وفي العديد من الدول في العالم. نحن جعلنا هؤلاء الصبية يحلمون، بإمكانهم أن يحلموا بأن يكونوا لاعبين محترفين. ذلك ليس له ثمن، ذلك أكثر من الانتصار في كأس العالم. والآن الأثر على بلدنا مثل ما قلت، يرتفع سقف الطموحات، وخاصة أمام جماهيرنا سيكون علينا ضغط أكبر، وذلك هو عملي مثل ما قلت لمراد. علينا أن نتواضع وأن نرجع نضع أرجلنا على الأرض وأن نقوم بالمراجعة. والهدف بالنسبة لدول أممنا حتى نتجاوز الدور الأول مثل ما فعل السنغال، مثل ما فعلنا، وأن نعود في كل مرة
في دور ثمن نهائي ودور ربع نهائي حتى نتمكن يوما ما من الفوز بكأس العالم. مورينيو تحدث عن الجينات في مانشستر يونايتد وذلك موجود كذلك في المنتخبات الوطنية. لماذا الأمم الأوروبية لا تزال حاضرة؟ لماذا تمكنت كرواتيا من الفوز علينا واحتلت المركز الثالث؟ لأن لديها هذه الخبرة، خبرة المشاركة في كأس العالم، وذلك يمكنك من التعلم وأن تعلم أطفالك بالعودة أكثر قوة. وذلك هو الإشكال بالنسبة لأفريقيا. بدون انتقاد لا يكفي أن يكون هنالك 5 منتخبات تشارك، ورأينا أن مصر ونيجيريا للأسف وجنوب أفريقيا ومالي، ومن الصعب أن نقاتل من أجل العودة. سيكون لدينا 9 مشاركين من هنا فصاعدا، وأعتقد بعد 15 و20 سنة تتمكن منتخب إفريقي من الفوز، وهذه الجينات ستنتقل إلى أطفالنا، وهم حتى أمام شاشات التلفزيون تعلموا هذه التفاصيل التي تسمح لهم بالفوز بمسابقة مثل كأس العالم. هنالك سؤال عبر الإنترنت. إسلام المدب من تونس. في البداية سيد وليد الركراكي، أريد أن أقدم اعتذاري لأني شككت في أحد الندوات السابقة في قدرة المنتخب المغربي وعلى رفع كأس العالم. أثبتتم اليوم بوصولكم لنصف النهائي أنك على حق وأن الحلم مشروع. سؤالي هو: هل تعتبر هذا الجيل للمنتخب المغربي هو الأفضل في تاريخ الكرة المغربية، الكرة الإفريقية والكرة العربية؟ شكرا. Non, vous n'avez pas à vous excuser. ليس عليك أن تعتذر. الشكوك التي كانت قبل المسابقة كانت تتعلق بالمنتخبات الإفريقية والعربية. كان علينا أن نتجاوز سقفا معينا، ولكن علينا أن نبني على ما أنجزناه، وأثبتنا أن ذلك ممكن بالعمل وبالرغبة، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، ولكن ذلك سيكون ربما قدوة للمغرب أو لدي أي دولة إفريقية حتى تعود نبني هذه الجينات من أجل قارتنا. ونأمل أن يكون الجميع استفاد من هذه الدورة حتى يتمكن منتخب من تحقيق كل الأحلام. نحن توقفنا في نصف النهائي، وقبلنا الكاميرون والسنغال وفرق أخرى في الربع النهائي. نأمل أن نعود أقوى، وليس عليك أن تعتذر. حتى في بلدي كان العديد من لم يؤمن بنا، ونحن قاتلنا حتى نثبت العكس، وليس لأننا وصلنا نصف النهائي علينا أن نتبجح أن نلوم على الآخرين. سنواصل العمل. لا، نعتقد أننا من إحدى أفضل الأجيال الإفريقية، ولكن في غرفة الملابس قلت للاعبين: إذا ما أردتم أن تدخلوا إلى التاريخ يجب الفوز بكأس إفريقيا، وبذلك سنكون أفضل منتخب، وحتى نتمكن من ذلك في غضون السنوات القادمة. وسنعمل ونجتهد. لدينا سنة للاستعداد للكوت ديفوار، وسنرى أين ستحصل كأس أفريقيا 2025. مثل ما قلت للاعبين: يجب أن نكون ملوكا في قارتنا أولا. ربما هو خطاب متشنج من قبلي، ولكن نريد أن نحقق هذا الحلم. شكرا لك وحظا أوفر المستقبل. شكرا لكم جميعا على مساندتكم طيلة كأس العالم. لقد استمتعنا معكم. عاشت إفريقيا وديما مغرب.